السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الحواوشي القمر ده بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية وموفرة جدا جدا. من ربع كيلو لحمة بس هتعملي كمية كبيرة قوي، والجيران هيشموا ريحته من آخر الدنيا. يلا بينا نشوف الحواوشي الحلو ده هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجة كده معايا بصلتين كبار فرمتهم كده في الكبة مع قرنين من الفلفل. وبعد كده جبت شوية زيت محترمين كده في قيمة مقدار مثلا 4 5 معالق كبار، وهحطهم كده في حلة وهحط عليهم البصل والفلفل بالشكل ده. وكمان هحط كده 4 5 فصوص توم. انا عندي هنا التوم متفرز فحطيت قطعة كده. انا هدبل معايا الخضار ده، مش هصفره، مش عايزة اديله لون معايا، تمام كده. عايزاه بس يكون معايا ايه دبلان. عندي هنا مقدار 4 أو 5 بطاطسيات كده كبار. قشرتهم وقطعتهم وسلقتهم بشوية مية كده، وهم لسه سخنين ايه. هرستهم زي ما انتوا شفتوا معايا. بعد ما الخضار بيدبل بحط لهم البطاطس. بعد كده عندي كده ربع كيلو من اللحمة المفرومة كانت متعصجة، انا كنت معصجاها وحطاها في الفريزر. تمام كده، ببصل بفلفل بأي حاجة. عايزة اقولك انك تقدري تضيفي لها اي اضافات. فلفل احمر ماشي، انا حطيت كمان معايا. لقيت عندي قرن فلفل احمر كده فحطيته. معايا كمان هنا بهارات مشكلة مع شوية فلفل اسود مع حبة شوية من الملح. تقدري تحطي بهارات لحمة، بهارات حواوشي، بهارات كفتة، اي حاجة. انا حطيت بهارات مشكلة من عندي كده وحوكتهم كده. وبعد كده بقلب كل المكونات في بعضها. عندي بقى العيش البلدي اللي هو العيش بتاع الطابونة البلدي ده، وبفتحه كده من فوق. زي ما بعمل عندي كده اي حواوشي عادي. بجيب عندي الخلطة اللي عملتها دي، وببدأ بقى اني احشي العيش اللي عندي ده. وعايزاه المقدار بقى انت بتتحكمي فيه زي ما تحبي، حباه خفيف حباه تقيل، بس الكميه اللي انا قلت لكم عليها ديت على حسب بقى ما هتحشي عندك العيش. ممكن تفرط معاكي ال20 رغيف فعلا من الحواوشي. فعلى حسب ما بتحطي هيكفي معاكي قد ايه. الوصفة دي حلوة قوي انك بتحطي فيها اي حاجة يا جماعة، اي حاجة باقية عندك. حتة جبنة، شوية فلفل، بصل، اي حاجة. بعد كده فرط معايا ما شاء الله كمية كويسة جدا. هجيب بقى عندي الصاج اللي هعمل فيه، وهبدأ اني ادهنه كده دهنة كويسة محترمة من الزيت. وبعد كده بحط عندي كل العيش يعني بحط عندي بقى العيش بتاعي، الحواوشي اللي انا عملته ده. وهبدأ اني ادهنه بالزيت برضو من فوق علشان بياخد معايا لون حلو قوي لما بدهنه زيت. اما بياخد لون من تحت يا جماعة برجع اقلبه علشان ياخد ايه لون من الناحية التانية. ده ساق تاني اهوت ما شاء الله. زي ما قلت لك الكمية بتفرط معاكي كمية حلوة قوي يا جماعة والله. فما شاء الله خلصنا بقى، حطيته بقى على فرن كده في فرن متوسط. ولما بحس انه احمر من تحت برجع اقلبه كده في نفس الصاج اللي هو فيه. وما شاء الله بيطلع بقى الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله والله يا جماعة. اولادي اللهم بارك داخلين شامين ريحته وما شاء الله عمالين يحولوه من ورايا ومبسوطين بيه جدا. ما تقوليش بقى ان ده حواوشي بطاطس، مش هتلاقي فيه طعم البطاطس، هو لحمة لحمة. الحبة اللحمة صغيرين دولت لما حطيتيهم على البطاطس مع الخلطة والخضار اللي احنا حطيناه والبهارات ادوه طعم اللحمة خالص. والله يا جماعة مش بكدب عليكم، طعمه خطير خطير خطير، هتجربيه بنفسك وهتشوفيه. عايزة اقولك انك اصلا تقدري تستغني عن اللحمة في الوصفة دي. لو حابة تعمليه بطاطس بس بنفس الطريقة اللي اتكلمنا فيها دلوقتي تقدري تعملي بطاطس بس. طريقة سهلة واقتصادية وموفرة من اكلات اخر الشهر، او اكلات بسيطة واقتصادية. تقدري كده تعمليها كل شهر وتفرحي بيها اولادك. جميلة جدا وطعمة جدا. وزي ما قلت لك تقدري تحطي في الخضار ده اي حاجة باقية عندك، حتة تونة، حتة جبنة ناشفة، اي حاجة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.